عن عصابة تعتدي على مواطن وذلك بعد استخدامه للصراف الآلي. ومعنا عبر الهاتف صاحب الحادثة والقضية أخونا منيف العتيبي. حياك الله أخوي منيف. أخوي منيف مساء الخير. تسمعني أخوي منيف؟ في مشكلة يا شباب في الاتصال. أخوي منيف حياك الله. حياك الله يا اهلا وسهلا. يبدو انا اللي عندي مشكله في وصول الصوت. حياك الله يا اهلا وسهلا. لو تعطينا القصه، يعني احنا نتكلم الان عن عصابه اعتدت عليك فيما يتعلق يعني بعد استخدامك للصراف الآلي، اعطينا القصه من جانبك من بدايتها. انا طال عمرك كنت محتاج المبلغ مالي ايه، واتجهت الى البنك حي القدس بنك سامبا. ايه، وصرفت منه مبلغ مالي واخذت المبلغ معي كاش. طيب معلش اسمح لي، كم كان المبلغ اخوي؟ اسمح لي على هذا السؤال. المبلغ 39500. طيب اخذته من الصراف 39000، وبعد كذا بعد استخدامك للصراف وش صار؟ اخذت طال عمرك من الصراف ومشيت من البنك متجه الى منزلي في حي اشبيليا. ايه، وما كنت متابع، انا ما كنت متابع الطريق، لاني الوضع عادي ما في شيء. ولما توقفت عند البيت ايه، ونزلت من السيارة اتضح لي ان فيها اشخاص. بعد ما نزلت ما كنت منتبه، جايني من الخلف ويحملون سلاح ابيض. ايه، وصار بيني انا وياهم المقاومة. احنا يعني وانت تتكلم احنا قاعدين نشوف اللقطات اخوي منيف لهذه الحادثة. طيب الان احنا نشوف المشادة اللي صارت بينك وبينهم، وبعد كذا وش صار؟ المشادة اللي صارت بيني وبينهم انا حاولت اقاومهم في البداية، لما اتضح لي ان معهم سلاح ابيض، صواطير وسكاكين. يا ساتر. ايه، تركت خلاص مقاومتهم، لاني انا اساسا ما معي سلاح اقاومهم فيه. لا، واساسا لحالك وهم عددهم كبير، فهذه برضو نقطة. انت يعني انت عملت حقيقة القرار اللي يسمونه القرار الحكيم او الذكي. اي نعم، كان عددهم 5 طال عمرك. هذه مشكلة بعد. طيب وبعدها؟ بعدها طال عمرك تابعتهم على طريق الملك عبد الله، ثم اتجاه الجنوب مع الدائري، وكنت متواصل مع رجال الامن، ولكن الزحمه وكثره السيارات في الطريق عاقت الوصول او القرب اليهم، ورجال الامن بعد لين يصلون الينا باسرع وقت، وبعدين ضيعناهم في الطريق طال عمرك. واخذنا لوحة السيارة وزودنا بها رجال الامن، وهي الان محل متابعة رجال الامن. وش كانت جنسياتهم؟ هل عرفت وش جنسيات؟ على ما جنسياتهم طال عمرك اثيوبيين وصوماليين. طيب وبعد كذا الجهات الامنية وش بلغتك؟ اخر المستجدات معهم وش؟ الجهات الامنية بلغوني، قالوا الموضوع محل اهتمامنا وحنا متابعين الوضع. اكيد احنا طبعا نزودكم باي شيء يصير مستقبلا. طيب اخوي منيف، يعني احنا الله يعوضك خير، هذا اولا، وهذا طبعا احنا يعني اكيد دائما وابدا احنا ندعم المواطن. يعني المشكله هذه لا زالت موجوده، الجهات الامنيه لها دور كبير جدا فيما يتعلق بهذه الضبطيات، ولكن يعني اللي قاعدين نشوفه هذا حقيقه مؤلم. يعني اللقطات موجوده وشفناها واستعرضناها مع بعض، مؤلمه. احنا يعني الله يعوضك خير، ودائما وابدا نصيحه لك ولجميع المواطنين المقيمين في هذا البلد الغالي، انه الكاش المبلغ الكبير يكون دائما في حرص في التعامل معه. يعطيك العافيه على المشاركه، وكذلك الله يعوضك خير. احنا شايفين مشاهدين، يعني هذه حقيقه مشاهد مؤلمه. الوافدين الآن، في بعض الوافدين لديهم إشكاليات كبيرة جدا. الجهات الأمنية احنا نرفع القبعة، نرفع العقال، احترام وتقدير لدورهم وجهودهم، ولكن اللي قاعدين نشوفه هذا مؤلم كثير.